إسرائيل تزود المغرب بسلاح جهنم لاسترجاع الحدود المغربية الشرقية. وتعززت العلاقات بين تل أبيب والرباط بتوقيع مذكرة دفاع للتعاون في الصناعات العسكرية ستركز على أنظمة الدفاع الجوي التي تشتهر بها الصناعة الحربية الإسرائيلية، حيث تمتلك تل أبيب أفضل منظومات الصواريخ الدفاعية في العالم. وحسب مصادر قناة 12 العبرية، فإن لقاء بيني غانتس قبل سنة وزير الدفاع الإسرائيلي مع نظيره عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أسفر عن توقيع صفقات أسلحة بمئات ملايين الدولارات تلتزم من خلالها إسرائيل بتزويد الجيش المغربي بأسلحة حربية جد متطورة. وأورد المنشور الإعلامي أن الأسلحة المقتناة من الجانب المغربي تشمل طائرات مسيرة ورادارات شركة إلتا المتخصصة في الخدمات الدفاعية العسكرية، إلى جانب